ب2-1 النهارده النادي الاهلي بيفوز على الوداد في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. ب2-1 النادي الاهلي بيقرب بنسبة 50% ان هو ياخد بطولة افريقيا. ب2-1 ان شاء الله في المباراة الجاية هنروح هناك في كازابلانكا في المغرب وهناخد الكاس ان شاء الله. ب2-1 فريقك بيكسب النهارده الوداد في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي الاداء اللي احنا كنا شايفينه النهارده من النادي الاهلي اداء لا يعلى عليه، بسم الله ما شاء الله على اداء النادي الاهلي، باستثناء كام تكايه بساط جدا للنادي الاهلي هنتك عليهم المره الجايه وهناخد الكاس بيهم ان شاء الله. النادي الاهلي في مباراه النهارده كان عامل كل اللي عليه. احنا اصلا كنا نازلين المباراه وقلنا بقى الوداد هيلعب وهينزل بقى يدب الملعب، ولكن احنا اصلا كل اللي احنا شفناه من النادي الاهلي، احنا كل الحلويات اللي في مباراه النهارده وكل الحاجات الحلوه والضغط والفنيات شفناها من النادي الاهلي. الوداد اعلى من النادي الاهلي في حاجه واحده بس، تكتيكيا هو اعلى من النادي الاهلي، لكن في كل حاجه فنيا النادي الاهلي اعلى بكتير، بدنيا النادي الاهلي اعلى بكتير من طبعا الوداد. احنا لو هنتكلم عن كل حاجه فالنتيجه لا يا جماعه، النتيجه اي نعم ممكن تبقى مقلقه شويه للمباراه الجايه، ولكن ده النادي الاهلي اللي ضيع فرص كتيره النهارده، كان ممكن نخرج ب3 و4 لو احنا كنا بمزاجنا نجيب. النادي الاهلي كان ممكن النهارده كمان ما يسمحش الهدف زي ده ان هو يتجاب. النادي الاهلي لولا الجبهه بتاعت معلول كان ممكن ان احنا ما نخليش هدف زي ده لسيف الدين ان هو يجي، ولكن النتيجه كويسه. مش عايزه جماهير النادي الاهلي تزعل، وليه تزعلوا؟ انت فريقك بنسبه 50% مقرب من البطوله خلاص. بصوا خدوها كلمة مني، ان شاء الله يوم الاحد الجاي يوم 11/6 الفزلوكة كنز الاهلاوية بتقول لكم ان النادي الاهلي هيروح هناك في المغرب، وزي ما هم خدوا مننا الموسم اللي فات، لا المرة دي احنا اللي هنروح وهناخد منهم الكاس في كازابلانكا، وهنيجي هنا وهنرفع الكاس في المغرب وهنيجي نحطه هنا في دولاب بطولات النادي الاهلي، وهنحتفل مع جماهير النادي الاهلي بالكاس. انا طبعا انتوا فاكرين ان جماهير الوداد دلوقتي والوداد فرحانين، لا ده من زمانهم قلقين جدا وخايفين جدا من النتيجه دي 2-1 للنادي الاهلي، وزمانهم طبعا جدا خايفين طبعا علشان النتيجه دي مش هتبقى مرضيه طبعا لما يروحوا يلعبوا هناك والنادي الاهلي، لانه شايفين مستوى اداء النادي الاهلي ده وان هم ولا حاجه في المستوى جنب النادي الاهلي في مباراه النهارده. فلما النادي الاهلي يروح ويحسن الكام تكه اللي كانت عنده في مباراه النهارده في المباراه اللي جايه، يبقى ان شاء الله خلاص البطوله محسومه للنادي الاهلي. لو هنتكلم ونقول فكل حاجه النادي الاهلي عملها النهارده، النادي الاهلي كان بيهاجم من اول المباراه. النادي الاهلي حقيقي بيرستا وحسين الشحات بيثبتوا كل شويه وكل مره ان هم فعلا لعيبه افريقيه واحسن لعيبه في افريقيا ومصر كمان. لو هنيجي بقى نتكلم عن ده، في اخطاء تحكيميه كتير جدا في مباراه النهارده، احنا كان ممكن نكسب بسكور اعلى من كده لولا الاخطاء التحكيميه. في فرص كتيره راحت مننا من الاخطاء التحكيميه. انا بعض التحكيم النهارده والقرارات اللي صدرت من التحكيم كلها خاطئه، بعضها خاطئ. ايه التحكيم ده؟ تحكيم ضعيف جدا لمباراة في نهائي، تحكيم ضعيف جدا واقل من المستوى اللي احنا لازم نشوفه في مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا، في مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. ايه بقى اللي احنا شفناه النهارده؟ بعض من التحكيم اللي احنا بصوا ما كانش موجود النهارده في مباراه النهارده. كرة حسين الشحات بنسبه 50% ضربه جزاء، لان انا عارفه ان ممكن في ناس تطلع وتقول لا دي ضربه جزاء وناس لا، فعشان كده قلت 50%. وكرة حسين الشحات الثانيه كانت برضو اللي طلب فيها لعيبه النادي الاهلي انها تبقى ضربه جزاء، كانت المفروض 100% ضربه جزاء، ولكن الاثنين الحكم الليبي معتز ابراهيم ما حسبهمش، والفار ولا هنا الفار طبعا، الفار ما حسبش طبعا ضربتين الجزاء. طيب هنسكت عند كده؟ لا طبعا. لاعب الوداد اللي شال الكرة بايده، اللي هو المفروض اصلا كانت هجمه مرتده وراحت لمصطفى شوبير، صدها مصطفى شوبير، وبعدين راحت لهاني وبيرسي تاو. المفروض كده دلوقتي ان انت اللاعب بتاع الوداد كان اخر واحد عند في خط النص، يعني المفروض كنت انت بتصد الكرة بايدك. هل انت حارس مرمى تصدها بايدك؟ يعني ايه انت كرة تصدها بايدك وتاخد انذار؟
يعني ايه انذار؟ وازاي اصلا لاعب يشيل كوره بايده ياخد انذار؟ مش المفروض يعني كان ياخد طرد ولا ايه؟ هو انا المفروض اللي اجي احكم مكانكم؟ احنا بنشوف نيجي نحكم مكانكم؟ حقيقي تحكيم مقلق جدا في مباراة النهارده، تحكيم ضعيف جدا. ما كان المفروض تطلع البطاقة الحمراء وتقول له على طول يا عطية الله انت خلاص كارت احمر طرد. لكن ازاي؟ لكن عارفين حقيقي ان احنا على ارضنا وفي استاد القاهرة وفي مصر وبنلعب على ارضنا والتحكيم بالمنظر ده، امال لما نروح هناك ايه اللي هيحصل؟ لو احنا على ارضنا وبنتعرض للظلم ده في التحكيم، امال احنا لما هنروح هناك في المغرب ايه اللي هيحصل؟ انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل لما نروح هناك. انا اصلا من اول ما عرفت طاقم التحكيم وانا كنت حاطه ايدي على قلبي. يعني ايه التحكيم يبقى كده في مباراه مهمه زي دي؟ بس انا فرحانه والحمد لله ان النادي الاهلي كسب النهارده وخرج بالنتيجه دي. اللي مزعلني بس هو الحكم والجون اللي ملهوش اي 60 لازمه خالص اللي دخل فينا في اخر 5 دقايق. في الدقيقه 85 كان الجون، هو ده اللي ضيع مننا طعمة الفوز. هو ده اللي ضيع مننا طعمة الفوز النهارده. بس فوزنا، بس رغم كل ده ورغم التحكيم السيء الا اننا فوزنا النهارده. ورغم انف الحاقدين النادي الاهلي بيفوز النهارده في مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا على الوداد، وهنجيب الكاس من المغرب هناك وهنرفع الكاس في المغرب وبصوا قدامكم كلكم، وهنرفع الكاس على استاد محمد الخامس، على استاد محمد الخامس في المباراة الحد الجاية. احنا هنرفع الكاس قدامكم ان شاء الله، هنرفع الكاس وهنقول ان النادي الاهلي هو وحش افريقيا. كالعادة النادي الاهلي هيبقى هو للمرة ال11 والنجمة ال11 للنادي الاهلي هناخدها المرة الجاية، وان شاء الله ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي. طبعا متأكدة مليون في المية ان الكلام مش عاجب الوداديين طبعا وجماهير الوداد، بس هتعملوا ايه؟ ما انتوا صح شايفين الظلم ولا عمركم قلتوا حاجة. انا مش عارفة ارد اقول ايه، بس طبعا كل الناس شايفه الظلم اللي اتعرض له النادي الاهلي النهارده، ورغم الظلم اللي اتعرض له الا ان النادي الاهلي بيكسب النهارده وما بيهموش، والنادي الاهلي ما بيقفش على تحكيم. فرص كهربا وفرص حسين الشحات وفرص بيرسيتاو وفرص من كل لعيبه النادي الاهلي بتضيع النهارده. في حوالي 3-4 كرات من كهربا لو احنا كنا سجلناهم كنا ممكن نروح مطمنين جدا هناك في مباراه العوده. احنا بيرسيتاو وشوبير والشحات كمان بيلعبوا احسن من الوداد 100 مليون مره. الثلاثه دول بس لوحديهم بيلعبوا احسن من فرقه الوداد كلهم، ما بالكم بقى بفرقه النادي الاهلي على بعضها. فشفتوا بقى مباراه النهارده كانت عامله ازاي؟ مباراه النهارده النادي الاهلي فنيا عامل فيها كل حاجه، والنادي الاهلي فرق تقعد النهارده وتدرس النادي الاهلي كان بيعمله النهارده. لو بس الهدف ما كانش جه، هو دي بس التكايه اللي احنا مش مبسوطين بسببها. ولكن رغم كل ده الا ان النادي الاهلي كسب النهارده في المباراه. وانا بقول لكم اهو على استاد محمد الخامس في مباراه العوده ان شاء الله يوم الاحد الجاي يوم 11/6 هنشيل الكاس وكل الجماهير الاهلاويه هتقول مبروك يا اهلي، مبروك يا وحش افريقيا. وان شاء الله ال11 للنادي الاهلي. ما تفرحوش قوي بالنتيجه، بس ما تفرحوش قوي يا جماهير الوداد باللي حصل النهارده وان انتوا سجلتوا هدف. لا، النادي الاهلي طالما انتوا عملتوا كده اوعوا تفتكروا ان النادي الاهلي هيسكت. يعني مباراه زي دي والنادي الاهلي كان كسبان، لما يروح هناك فكركم هيسيبوا البطوله؟ لا طبعا. وده غير ان النادي الاهلي كان فيه طار قبل كده لما الموسم اللي فات خدتوا مننا الكاس عشان اتلعبت مباراه واحده وتعرضنا ساعتها لظلم مباراه عوده بس في المغرب. والنادي الاهلي ما بيقفش على ظلم، والنادي الاهلي والله العظيم ان شاء الله هيرفع الكاس في المغرب وهيخليكم تعيطوا كلكم واحد هناك وانتوا بتشوفوا الاهلي رافعين الكاس، وانتوا بتشوفوا لعيبه النادي الاهلي وهي فرحانه وهي بتهيص مع جماهيرها بالكاس. تعالوا ندخل على المباراه ونشوف تشكيل النادي الاهلي وتشكيل الوداد اللي كان بيلعب بيه.
تشكيل الاهلي في حراسه المرمى: مصطفى شوبير، الله يحميك يا رب يا مصطفى شوبير يا ابن ابوك، ده كل اللي انا عايزه اقوله عليك. قلبين دفاع: ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. باك رايت: محمد هاني. باك ليفت: علي معلول. في خط الوسط: الجوكر حمدي فتحي ومروان عطيه والدبابه ديانج. وينجين: حسين الشحات وبيرسي تاو. ومهاجم صريح: كهربا. تشكيل الوداد: يوسف مطيع في حراسه المرمى، وايوب علمود وفرحان وزولا ويحيى عطيه الله ويحيى جبران ورضا الجحدي وجلال الزوادي وايمن الحسوني وزهير المترجي وسامبو. هناخد افريقيا، واديني بقولها ان شاء الله ان شاء الله هناخد افريقيا. في كلمه عجبتني جدا الشوالي قالها، قال: هنا يعلمون اولادهم ان النادي الاهلي رقم 1، يعلمون اولادهم ان الاسطوره في افريقيا هو النادي الاهلي. يا اللي ما سمعتوش اسمعوا المعلق اللي كان بيعلق على المباراه قال ايه عن النادي الاهلي. قال: هنا بيعلموا اولادهم ان النادي الاهلي هو رقم 1، النادي الاهلي هو رقم 1، النادي الاهلي هو اسطوره افريقيا، هو ده النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي اللي طول عمره رافع راسنا. ورغم كل اللي احنا شفناه في مباراة النهاردة، الا ان النادي الاهلي بيكسب في مباراة مهمة زي مباراة النهاردة. ناس كنت متوقعة المباراة تبقى صعبة والمباراة تبقى قوية جدا بالنسبة كمان للوداد، لكن انا ما شفتش الصراحة غير النادي الاهلي في المباراة باستثناء الهدف بتاعهم. وكمان عايزه اقول لكم ان في لاعب منهم زولا كان هيجيب هدف في نفسه في الدقيقه السادسه اصلا في بدايه المباراه. الاهلي كسب الهلال، الاهلي كسب الرجاء، والاهلي كسب الترجي في افريقيا، والاهلي كسب الوداد، والاهلي النهارده كسب الوداد، وان شاء الله ان شاء الله هيروح هناك وهياخد النهائي وهياخد افريقيا ال11، لان هو ده النادي الاهلي. خليكم عمالين تقولوا النادي الاهلي مش هيكسب، ولكن انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا ما شفتوش المستوى اللي الاهلي كان بيلعب بيه النهارده؟ ما شفتوش فرقتكم المستوى اللي كانت بتلعب بيه النهارده؟ بس حقيقي كده في حاجه كمان انا عايزه اقولها الصراحه، شهاده حق، انتوا شطار جدا في التمثيل، برافو 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 جدا عليكم في التمثيل. حقيقي انا كنت هعيط من تمثيلكم، ما شاء الله بتموتوا على الكوره ومن غير ما حد يجي جنبكم، مره واحده بتقعوا على الارض ومره واحده صداع ومش عارفه ايه. وبصوا وانا مش عارفه اقول لكم ايه. احنا لو كنا شطار الصراحه كده، ما احنا مش شطار زيكم في التمثيل، هنقول ايه؟ عارفين لو كنا شطار زيكم في التمثيل كان زماننا خرجنا ب10 ولا حاجه من مباراه النهارده. لكن معلش بقى، دي الحاجه الوحيده تقريبا ان انتوا كنتوا شطار فيها في مباراه النهارده، التمثيل. الوداد كل اللي عمله ان هو خسر من سيمبا في افريقيا وتأهل بضربات الجزاء يعني، والنادي الاهلي كسبان. الوداد اتأهل بالتعادل مع سان داونز، والوداد خسر قدام النادي الاهلي النهارده، وان شاء الله هيخسر قدام النادي الاهلي في مباراة العودة. وخدوها من الفزلوكة كنز الاهلاوية، الوداد هيخسر في المباراة الجاية يوم الحد يوم 11/6 قدام النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي فوزه النهارده على الوداد ب2-1. والكل اللي ما سمعش اسمع كويس، النادي الاهلي هو بطل افريقيا. بصوا بقى، انت راضي مش راضي غصب عن اي حد، النادي الاهلي هو بطل افريقيا، ومش بالكلام ده، بالبطولات، بالارقام وبالتاريخ. النادي الاهلي هو بطل افريقيا، النادي الاهلي هو افضل فريق في افريقيا، النادي الاهلي هو افضل لعيبه في افريقيا وفي مصر، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه. لما تلعبوا مع فريق زي النادي الاهلي اعرفوا كويس جدا ان مش بالساهل بطوله النادي الاهلي يسيبها. لولا المره اللي فاتت الظلم بس اللي تعرضنا له، هي عشان لعبنا ماتش واحد مباراه العوده في المغرب، مباراه واحده في نهائي، اظن من غير ما اتكلم فهي دي ظلم 1,000,000% طبعا.
ايه ده؟ حقيقي مش عارفه اقول ايه على التحكيم، والله العظيم ما عارفه اقول. يا ترى يا تحكيم مودي البلد على فين؟ يا ترى مودينا كجماهير كوره على فين؟ انا مش عارفه اقول ايه. الاهلي كان مستحوذ على المباراه باستثناء اخر 10 دقائق من بعد الهدف اللي جابه الوداد في الدقيقه 85. الاهلي كان مستحوذ، لكن بعد الهدف الاهلي رتمه قل. النادي الاهلي تحس ان هو اتشوش من الهدف، ودي حاجه انا ما كنتش عايزاها. احنا لو كنا هاجمنا في الاخر كان زماننا ممكن نخطف هدف تاني ولا حاجه. حسين الشحات بالنسبه لي لا، ما كانش يخرج حسين الشحات. كولر ليه خرجت حسين الشحات؟ ما كنتش عايزه ولا حسين ولا بيرسي تاو يخرجوا خالص الاثنين. كهربا كان ممكن بعد الهدف الاول اللي احرزه كهربا، ويمكن هو كهربا ما كانش موفق في مباراه النهارده، او بقاله كذا ماتش ما كانش موفق، بس في مباراه النهارده ما كانش موفق. لولا الهدف اللي هو جابه هو ده اللي ممكن يكون انقذه شويه من جماهير النادي الاهلي. وغير كده كهربا كان ممكن يخرج بعد الهدف اللي هو جابه على طول ويدخل مكانه محمد شريف، يعني ما كناش نستنى للتبديل كمان. كنا هنبقى مطمنين لولا الهدف. كان ممكن لو استغلنا الفرص كنا ممكن ان احنا نخرج بسكور عالي من مباراة النهاردة. كان في ظلم كبير من التحكيم ومن الفار الاتنين. تكتيكيا الوداد اعلى من الاهلي، فنيا ومعنويا وكل حاجه النادي الاهلي اعلى من الوداد بكتير. رجل المباراه اللي يستاهل فعلا هو حسين الشحات، وتغيير حسين الشحات ده كان اغرب حاجه في مباراه النهارده تقريبا. مكسب مش مريح بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن اللي انا متاكده منه ان احنا ان شاء الله هنروح المباراه الجايه باذن الله وهنرفع الكاس ان شاء الله على استاد محمد الخامس. هنرفع افريقيا، كاس افريقيا ان شاء الله ال11 بالنسبه للنادي الاهلي. ما شاء الله على شوبير، على الكام كوره اللي هو صدها وعلى الانفراد اللي هو شاله. الله اكبر عليك يا شوبير. يا شوبير انت فعلا ابن ابوك يا شوبير. حقيقي يا شوبير انت في لاعب بيتولد النهارده، في حارس مرمى، او مش النهارده، من ماتش سيراميكا كليوباترا. في حقيقي لاعب في النادي الاهلي بيتولد وبيثبت نفسه وبيقول انا مصطفى شوبير، انا فعلا قد اسم ابويا وقد اسم النادي الاهلي. حقيقي ربنا يحميك يا شوبير ان شاء الله. الناس اللي بتسأل عن الشناوي هيلعب في مباراة العودة، بس كولر ما كانش عايزه يلعب في مباراة النهاردة عشان الإصابة وكده. في النهائي المباراة الجاية يعني خافوا من كولر في مباراة العودة. في النهائي خافوا من الأهلي ومن لعيبة النادي الأهلي. في النهائي بطلوا تمثيل، عشان ده نهائي مش مباراة عادية. لو كنتوا بتلعبوا في الدوري عندكم مثلوا براحتكم، لكن انتوا بتلعبوا مع أسياد أفريقيا لعيبة النادي الأهلي. فمباراة مهمة زي كده بلاش شغل الأطفال ان انتوا تقعدوا تمثلوا، لو سمحتوا العبوا فنيا على الأقل. يعني مش شرط زي الاهلي لانكم مش هتوصلوا للمستوى اللي فيه الاهلي، ولكن على الاقل العبوا فنيا شويه مش تمثيليا، فنيا العبوا بمستوى ينفع لمباراه نهائي لو سمحت، عشان المباراه تبقى كويسه بالنسبه للفريقين. الاهلي دلوقتي هياخد ال11 ان شاء الله في المباراه الجايه. وانا بقول لجمهور النادي الاهلي ما تزعلوش، خليكوا ورا النادي الاهلي وخليكوا ورا فريق النادي الاهلي ودعموا وشجعوا النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي اللي مش هيسيب بطوله غاليه ومهمه زي دي، واحنا متاكدين فريق النادي الاهلي اللي احنا متاكدين ان شاء الله هيروح المباراه الجايه هياخد افريقيا وهيرفع ال11 ان شاء الله. خليكوا يا جماهير النادي الاهلي متاكدين ان ده النادي الاهلي وحش افريقيا، بعبع افريقيا هو النادي الاهلي. افريقيا يا اهلي من ساعه ما صعدت يا اهلي، من ساعه ماتش الهلال يا اهلي واطهر الطاهر يا اهلي، وافريقيا بتناديك يا اهلي. افريقيا عاوزاك يا اهلي. لو سمحت يا اهلي حافظ على افريقيا يا اهلي بايدك وبسنانك. موت على الكوره، افريقيا للكبار وانت يا اهلي الاسطوره. موت على الكوره، افريقيا للكبار اللي هو انت يا اهلي،
وانت الاسطورة يا اهلي، انت اسطورة كرة القدم المصرية وكرة القدم الافريقية يا اهلي. انا واثقة في لعيبة النادي الاهلي، واثقة في كولر وادارة النادي الاهلي، وواثقة في جماهير النادي الاهلي، واثقة ان شاء الله هناخد ال11 باذن الله. ودي اخر حاجة انا كنت عايزة اقولها في مباراة النهاردة. ويا جماهير الوداد خدوها من الفزلوكة الاهلاوية، انا بقول لكم اهو ان احنا هنروح وهنعيطكم في المباراة الجاية. خدوها منا اهو ان لعيبة النادي الاهلي اهو هيرفعوا الكاس قدامكم، ومش انا اللي هعيط، انتوا اللي هتعيطوا، انتوا اللي هتزعلوا وهتعيطوا على الكاس اللي هيترفع قدامكم، وهيتاخد من عندكم من على استاد محمد الخامس. على استاد محمد الخامس الاهلي هيرفع الكاس في المغرب ان شاء الله، وباذن الله هناخد ان شاء الله الكاس، وبنسبة 50% احنا قربنا من الطريق. لو هنعتبر البطولة دي كلها كوم، والماتشين دول يا اهلي تعرف انهم مهمين يا اهلي، وكوم تاني. ماتش النهارده كان نص المسافة تقريبا، نص المشوار. المباراة الجاية يا اهلي تبقى النص التاني يا اهلي، واحنا واثقين يا اهلي انك هتاخد النص التاني ده وانك هتكسب يا اهلي. انا بصوا كل اللي انا عايزه اقوله ان احنا ان شاء الله هناخد ال11. معاك يا اهلي، وراك يا اهلي، هنفضل بنشجعك يا اهلي، وفي ظهر النادي الاهلي وافريقيا يا اهلي وال11 يا اهلي. ومبروك للشحات، مبروك لبرستاو، ومبروك لكهربا، ومبروك للاعيبه النادي الاهلي، ومبروك لاداره النادي الاهلي والكولر، ومبروك لجماهير النادي الاهلي وال11 يا اهلي. وال11 يا اهلي هناخدها ان شاء الله باذن الله يا اهلي. استنوني في لايف جديد في مباراة ان شاء الله العودة، وانا بحتفل معكم بالكاس باذن الله. عايزة اللايف ده يلف في الدنيا كلها. بصوا بقى جماهير الوداد، خدوا اللايف ده عشان ايه؟ ترجعوا له تاني ساعة لما ناخد الكاس، وتفتكروا كلامي لما قلت لكم ان احنا هناخد الكاس منكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والكومنتات الكتيرة بتاعتكم بقى. وان شاء الله ال11 للنادي الاهلي، ومبروك علينا الفوز النهارده على الوداد ب2-1.